إقصاء المغرب قدام المنتخب البرازيلي ما كانش إقصاء عادل وما كانش إقصاء عادي، بل كان إقصاء شنو نقول لكم فيه ظلم تحكيمي كبير للمنتخب المغربي. صراحة المنتخب المغربي راه ما كانش شي منتخب واعر زعما ولعب بطريقة واعرة، راه كان اللعب ديالو على قد الحال، ولكن ما تقصيناش بطريقة عادلة. الحكم الإيطالي اللي حكم هذه المباراة هذه صراحة ظلمنا بزاف، أنا بعدا ما نسمحش ليه. أنا ما غنهضر على حتى لقطة داخل المباراة وغنمشي ديريكت لآخر لقطة في الماتش كامل. كما كتعرفوا المنتخب المغربي ضد البرازيل كانوا متعادلين بواحد لواحد وبقاو متعادلين حتى لاخر دقيقه في الوقت البدل الضائع، يعني حتى الدقيقه 94. وهنا فين غادي يسجل المنتخب البرازيلي هدف التفوق بجوج لواحد، يعني هدف في الوقت القاتل. هذا الهدف اللي انا صراحه بلي بلي هدف غير صحيح وغير عادل، لان الكره قاصت اللاعب ديال المنتخب البرازيلي في يده. نعم انا بانت لي في اللقطه بان الكره قاصت اللاعب ديال المنتخب البرازيلي في اليد ديالو، اللاعب اللي سجل الهدف. واللي زاد فقسني اكثر هو انه فاش المدرب ديال المنتخب الوطني شهر ديك البطاقه الخضراء ومشى الحكم الفار ما تعطلش بزاف، مع العلم ان اللقطه راه كانت حاسمه، راه لقطه حاسمه، لقطه تساوي التاهل او الاقصاء. مع ذلك مشى ديريكت الحكم زرب رجع قال لك راه ما كاين والو صافي وهدف مشروع. هادشي طبعا ما غيغطيش على ان المنتخب المغربي راه كان ضعيف في هذه المباراه وفي بزاف المباريات، ولكن ما خصناش نظلموا. كوننا كنا ضعاف ما كيعنيش اننا نتعرضوا للظلم. كنتمنى صادقا ان بحال هذه الاخطاء التحكيميه المؤثره بزاف ما تعاودش مستقبلا، لان حنا المغاربه بعدا في كاس العالم كنعانيو مع هذه القضيه. فاش ما كيكونش التحكيم ضدنا راه كنديو كاس العالم، فاش كيكون ضدنا كنتقصاو.